يا اما حروف بالانجليزي، يا اما اعلمه اغنيه بالانجليزي، يا اما بالعربي. طيب احنا قلنا اسرتنا الصغيره بابا وماما واخواتي الكبار او الصغيرين، طب لينا اسره كبيره؟ لا انا ماليش اسره كبيره. عارفه اسره كبيره يعني ايه؟ مين يقول لي يعني ايه عيلتنا الكبيره؟ بتتكون من مين؟ خالتي او خاله او عمو او عمته، زي تيتا او جدة. برافو عليكي. يبقى الكبار خالص مين؟ تيتا وجدة. برافو عليكي. واللي بعديهم مين ومين؟ ها؟ بابا وماما. بابا وماما واخواتهم، صح كده؟ طيب خالي اخو مين؟ ماما. وخالته؟ بابا. ايه رأيك؟ صح كده؟ خالته اخت بابا ولا اخت مين؟ لا ما عنديش حاجة. حتى لو مش عندنا، مش احنا المفروض بنبقى عارفين هما يبقوا العيلة دي ترتيبها بيمشي ازاي؟ ها مريم، خالته تبقى اخت مين؟ ماما. تبقى اخت ماما. طب وعمه يا لوجين؟ عمو يبقى اخو بابا. يبقى اخو بابا. جانا قولي لي، طب عمته تبقى اخت مين؟ ماما. ها ايه رأيك يا مايا؟ بابا. من ألف تبقى إيه؟ من ألف وبالألف تبقى إيه؟ من ألف ويه وعين ولم من ويه علمي ألف ب ت ت ج ح خ ت ت ر ت ت ت ض ض ض ض عين ب ت ق ت ل م ن ت يبقى عيلتنا الكبيرة جده وتيتا وعمه وعمته وخاله وخالته، صح؟ في أماكن ممكن العيلة الكبيرة دي تعيش فيها مع بعض؟ فين؟ في البلد. في الريف أو في البلد. برافو عليكم. في بيوت كبيرة في الريف ممكن العيلة دي كلها قولي. في الفلاحين. طب ممكن تبصي أصحابي كده وتكلميهم؟ فين بقى؟ في الفلاحين وفي الريف. ما هو الريف هو اللي في الفلاحين، صح كده؟ طيب بصوا يا ولاد، ازاي اتعامل الاول مع الصغيرين؟ انتوا الكبار وعندكم حد صغير، اتعامل معاه ازاي؟ كل واحد هيقول. اتعامل معاهم بالراحه وباحترام وبذوق وادب. كويس جدا. ها يا جنى؟ احترمهم، كل ما كان يقول لي حاجه اديها له، ولما يقول لي هاتي اللعبه دي اديها له عشان ما يعيطش. مايا قولي لي نعمل ايه كمان؟ ممكن كمان نعلمهم. طب نساعد الصغيرين ازاي؟ لو محتاجين حاجة، محتاجين مثلا نايمين، نعمل ايه احنا بقى؟ ما نزعجهمش عشان ممكن يصحوا يعيطوا، واحنا نبدعك كمان بصوت العياط. برافو عليكي. لطافة. نتعامل معاهم بلطف، هنبقى ايه؟ عندنا رحمة كده واحنا نايمين عليهم. قولي. ممكن نخليهم ما يعيطوش لما يكونوا عايزين حاجة. نتعامل مع الكبار ازاي؟ نحترمهم، واما يعوزوا حاجة احنا نعملها ما ينفعش نقول لهم لا. تتعاملي مع اخواتك الكبار ازاي؟ بنظام وذوق. طب حاجاتهم مثلا لو احنا مشركين مع حاجاتنا، ايه حاجاتهم؟ نلعب عشان او نلعب حد اخت واخوي ايه تفهم. طب لو مثلا هياخدها من غير أصدقائي معاك قلنا وتنسمع مرة حد كده بيقول إن في الصيدلية عارفين ده بيعمل بيجيب من قبل خلاص كان واقف وبيتفرج على البيت، هو رجال حواليه لا واقف قدام باب وشاف ماما فعري موجودة هي اللي بتصلي والكريم كان هي اللي ينزل يجيب ماما، هي نزلتش والعربية بيفتح وبنوت غير عندها 6 سنين. بنوت دي هي مرة رميتها عشان تسمع من ماء الأدية معيزة الصيدلية